في سؤال تاني بيقول: تفتكري يا مدام أميرة ايه اللي المفروض يحصل عشان نحافظ على شبابنا من الضياع اللي بقوا فيه؟ العيال بقى عندها لا مبالاة وما بيقدروش يشيلوا مسؤولية، والبنات نفس الكلام. هو بصراحة الموضوع دوت يعني موضوع مهم جدا جدا جدا، وانا اصلا كنت لسه بتكلم فيه انا وهاني من كام يوم. طبعا كل ده بسبب السوشيال ميديا، يعني خلينا بس متفقين على السبب. كل ده بقى بسبب الميديا والفيديوهات الرهيبة اللي بتتشاف والكلام الكتير اللي بيتقرا والحاجات الغريبة اللي احنا بنشوفها بره عاداتنا وبره اصلا اخلاقنا. ده مش العادات بس، يعني الموضوع خرج عن السيطرة في حاجات كتيرة يعني. فالولاد دول غصب عنهم، يعني انا بس اوقات كتيرة قوي لما بتكلم انا وهاني وبنشوف ولادنا مثلا بيعملوا حاجات غريبة وتصرفات مثلا دماغهم كده، يعني بحس كده هو ازاي بيفكروا بالاسلوب ده. يعني انا وهي بنقعد نسال نفسنا هم ازاي دماغهم بتفكر كده. وخلي بالكم انا عارفه ولادي اخرهم ايه، وعارفه الليمت بتاعهم اخرهم ايه. يعني انا برضو تربيتي ليهم انا وباباهم، فعارفين احنا برضو ولادنا اخرهم هيشطحوا بدماغهم في ايه. ولو ان ما فيش حاجه مضمونه في الزمن ده، بس التربيه والاصل بيفرق، فده اللي بيتحكم. فاهمين قصدي؟ فكل دوت واحنا بنستغرب برضو ولادنا بيفكروا بالتفكير ده ازاي، واحنا عارفين ومربيين كويس وعارفين ازاي بنتعامل معاهم وكل حاجه. بس انا دايما بقول لهاني نقطه معينه، ان هم غصب عنهم، ان هم كل اللي بيشوفوه وكل اللي بيتحشي في دماغهم دلوقتي من كل الحاجات اللي حواليهم معذورين. هيلاحقوا على ايه ولا ايه؟ هيبتدوا يركزوا في ايه ولا في ايه، ولا يبتدوا يقتنعوا بايه ولا ايه، وكل حاجه حواليهم بتشوشرهم. فردي على السؤال ده ان احنا ازاي يعني نعمل كنترول على اولادنا، بان احنا نحتويهم، بان احنا نقرب منهم، بان احنا نخلي الحاجات اللي بتطلع من البيت اكتر من الحاجات اللي بتيجي من بره البيت. وده مهم جدا. لما يكون بيتك من جوه متحوط صح وقايم على اساس صح، الحاجات اللي بتيجي عليه من بره مش هتوقعه بسهوله. نفس الكلام ولادنا، كل الحاجات اللي بتيجي عليهم توقع اي حاجه، بس تربيتهم واصلهم واحتوائكم ليهم وانكم دايما معاهم، دايما معاهم دي مش ان انتوا تراقبوهم، دايما معاهم دي مش ان انتوا تبقوا متسلطين عليهم، لا، ان انتوا تبقوا جنبهم في كل حاجه، تحسسوهم ان احنا معاكم، بس احنا مش ضاغطين عليكم. احنا بنحبكم وعايزين مصلحتكم وبننصحكم، بس مش فارضين عليكم حاجات. انتوا ممكن تقولوا لهم كل حاجه بس من غير ما تحسوهم ان هي مفروضه. مفيش اي انسان في الدنيا بيحب حاجه تبقى مفروضه عليه. يعني انا مثلا من الشخصيات دي، انا احب اعمل حاجه وانا حباها وعايزاها، انما انها تتفرض عليا، لا، انا ممكن ما اعملهاش حتى لو انا حباها. واي انسان كده، الحاجه اللي مفروضه عليه بتبقى تقيله على قلبه، بتبقى هم عليه. فالحل ان احنا نديهم، عارفين المر بمعلقه دلوقتي، الاخلاق والاحترام والذوق والتربيه بقوا مر بالنسبه للاطفال او بالنسبه للشباب. هتقولوا لي معقوله؟ اه معقوله، لان كل اللي حواليهم بيدعوا لايه؟ للفشل، بيدعوا لقله الادب، بيدعوا للانحراف، بيدعوا لكل حاجه وحشه. فالاحترام والتربيه بقوا هم اللي مخالفين، بقوا هم الحاجه مش، يعني مش صح، هم الحاجه اللي بالنسبه لهم تقيله على قلبهم. فعشان اديها لهم بالراحه. عارفين السم في العسل؟ هو كده. بس طبعا بعد شر عليهم، ده مش سم، ده حاجه كويسه جدا، بس هو بالنسبه لهم كده. فاحنا نحاوطهم، نخلي بالنا منهم على قد ما نقدر، عشان لما يطلعوا بره يبقى بالنسبه لهم في اساسات كده. عارفين لما يبقى حد جاله دور صعب قوي، يعني دور برد مثلا، جاي من دور بعد الشر، مرض وحش، بس هو جسمه متأسس صح، وهو جسمه فيه صحة كويسة، وهو بياخد فيتامينات، وهو بياخد مقويات، حاجات كويسة ليه. فلما يجي عليه الدور ده، هيهزه، هيتعبه، بس مش هيقضي عليه. فاهمين الفرق؟ مش هيقضي عليه، لانه متأسس صح، متغذي صح. هو ده بالظبط نفس الموضوع لعيالنا.